بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مثل ما وعدتكم راح أعلمكم خياطة الفرشات ونزلات السرير بطريقة حلوة إن شاء الله وتفتهموها، جميلة، علمية، بطريقة علمية حسابية. يعني هي كلها ترى قياسات وحساب، كلها الخياط، الحياكة، كلها شغلات حسابية. فنبدي على بركة الله. هسه اني رسمت هذا المخطط. هسه هاي عندنا كأنه خلي نقول سطح الدوشك او المرتبة او الفراش، انتو شو تسمون. فناخذ القياسات. القياسات هي الطول 200 سنتيمتر، طبعا تكون من يعني الجانبين نفس القياس، 200 ب200. اوكي لهنا. وعندنا ايضا العرض. هذا الطول، هذا العرض. العرض مختلف، يعني اكو 180 سنتيمتر، 160، واكو 120. يعني 180 اعتقد نفرين، 160 نفر ويسموها ونص، 120 نفر واحد. هسه احنا راح نسوي 180 سنتيمتر عرض. هنا هم طبعا بالجهة المقابلة لازم يكون 180 سنتيمتر. زين، احنا ايش عندنا بعدين؟ عندنا ارتفاع الدوشق بارتفاع من جهة الطول منا ومنا، وعندنا ارتفاع من جهة العرض منا ومنا، منا من جهة الطول، منا من جهة العرض. زين، هذا القياس الارتفاع ايش قد مال الدوشق؟ هو 27 سنتيمتر. نعطيه للخياط 3 سنتيمتر، فنقول 27 زائد 3 ويساوي 30 سنتيمتر. إذن هذا الارتفاع 30، هذا الارتفاع 30، هذا 30، هذا 30، 30 ب30. لحد الآن إن شاء الله واضح. بعدين ايش راح نسوي؟ نقيس. هاي شلون نقيسها كلها، يعني كلها هي والارتفاع. فايش راح نقول؟ 200 زائد 30 منا زائد 30 منا، وتساوي عندنا 260. مو صحيح؟ 260 نعطيها للخياط 2 سنتيمتر زائد 2 تساوي عندنا 262. هاي منا. نجي على العرض 180 زائدا 30 زائدا 30، يعني منا ومنا ايش قد تساوي عندنا؟ 240. مو صحيح؟ وللأضبط يعني أنا أعرف، بس للأضبط استخدموا حاسبة .
180 زائد 30 زائد 30 ويساوي 240. زين، ميتين وأربعين زائدا 2 يساوي 242 لهنا. اوكي ان شاء الله. زين، هسه نجي هنا. اني رسمت هاي كأنه شرباية، قلنا 200 منا و200 منا، 180 منا و180 منا. هاي مكان النوم، يعني مكان المخاد. زين، هاي رح نجي يعني على النزلة. هسه احنا نريد نسوي النزلة. النزلة ارتفاعها شقد؟ هذا الارتفاع 50 سنتيمتر. نطي الخياط نقول 50 زائدا نطيه 5 هنا ويساوي 55 سنتيمتر. هاي ارتفاع الكركش. الطول شلون راح نقيسه؟ هذا يعني منا ماكو كركش طبعا، من 3 أضلاع راح نقيس، يعني هذا طول بعرض بطول. بس راح نقول 200 زائدا 180 زائدا 200 يساوي عندنا 500. بس للأضبط 200 زائدا 1 8 100 لا العفو 180 180 زائدا 200 تساوي عندنا 580. زين، هاي 580 نضربها في 2 وتساوي عندنا، راح نضربها في 2 تساوي 11 و60. 11 و60 كتبتها بالانجليزي 11 و60 يعني 11 متر و60. هاي كأنه هسه هنا كركش. هاي النزلة يعني هاي طلعت عندنا 11 متر و60. بس احنا كمان نجيب 11 متر، ما نجيب 11 متر، هي 5 أمتار أو 5 أمتار ونص حسب عرض القماش هماتين. فشو نسوي؟ طبعا هنا هم قبل كل شي هسه احنا مو سويناها هيجي. هاي نقص الارتفاع بهذا الشكل، نقصه من الجهتين. أنا محضرة هاي بعدين تخيطون بهذا الشكل، يعني تواصلوهن بالخياطة. راح تصير عندكم تلبيسة يعني مال الدوشق. هاي أول شي.
هسه قلنا 11 متر و60. احنا كمان نجيب 11 متر؟ لا، احنا ناخذ عرض القماش ونقيس. اول شي نقيس يعني العرض اللي هو 55 قلنا ويا الخياط، وبعدين نقيس الطول. نقيس الطول. مثلا طول القماش خلينا نقول متر، وراح نقيس متر لاغ، نقيس 11 متر. بس هاي وياها 60 سنتيمتر تتقسم على 11. 60 تقسيم 11 تساوي عندنا 5 سنتيمتر. يعني هاي نسوي مثلا متر و5. هو يجوز القماش عرضه أكثر طبعا، متر و5 نسوي 11 وحدة. هو أعرض أصلا كل مترين، وبعدين نقصن طبعا نواصلهن. يعني نجيب هاي نخيطها بهاي، نجيب هاي نخيطها بهاي، إلى أن نوصل للطول اللي إحنا نريده، واللي هو 11 متر و60 سنتيمتر. عرفتوا؟ إن شاء الله لحد الآن واضحة. وإذا طبعا من نقص هاي اللي هي سطح الدوشك، فإذا كان عرض القماش 240 نضيف له قد حتى يوصل 260، نضيف له 262، نضيف له 20 سنتيمتر زائدا 2 يساوي عندنا 262. هاي يصير عندنا 262. زين، هاي يعني نقص القماش على عرضه 240 ونضيف له قطعة من 20، نقصها 20 سنتيمتر نخيطها وياها وزائد 2، يعني نقص 22 240 نضيف لها 20 ونضيف لها 2. زين، وإن شاء الله همينة أعلمكم إياها عملي، يعني عملي. أجيب إن شاء الله قماش وشوية عندي تحضيرات أكملهن وأسوي لكم الشغلة عملي. ومرات 250 عرض القماش، شو نضيف لحتى يصير 262؟ نضيف له 10 سنتيمتر زائدا 2. 250 زائد 10 260 زائد 2 يساوي 262. زين، هسه إن شاء الله الدرس واضح، وأي شيء أني حاضرة. قلنا هاي الكركش شلون نقيسه، بأنه نجمع هذني طول بعرض بطول، نجمعهم نضربهم في 2، لأنه حنسوي كسرات أو خرط، فيحتاج إلى مقاس أكثر. يعني عرفتوا؟ هاي إن شاء الله في حالة يعني نزلة كركش واحد، أكو من الكركشين أكو 3 نزلات حسب.
إن شاء الله قلت لكم بركة الله قريبا أعلمكم وأعلمكم بعض الموديلات وأعلمكم إياها عملي. هذا الدرس اليوم نظري، إن شاء الله تفتهمون عليه. ايش قلنا بعد؟ في حالة إنه الترباية بها نزلة بس منا وبس منا، يعني منا بيها أيضا هاي قوس أو يعني أي شيء، فما نحط لها كركش، نزلة منا ونزلة منا، يمين ويسار. زين، هاي شلون نحسبها؟ هاي نقول 200 زائد 200 يساوي عندنا 400. 200 زائد يساوي عندنا 400. 400 نضربها في 2 وتساوي 0.04 في 2 8 مو شوية كبسة أخاف مطفية بس للتأكيد. 400 في 2 تساوي عندنا 800، يعني 8 أمتار، 8 متر. 8 متر يعني تقصون، قلنا القماش أول شي تطلعون هاي، فراح يبقى عندكم قماش، تبدون تفصلوه هاي القطع وتماسكوها وحدة ويا الأخ بالخياطة، وبعدين تكسروها، وبعدين تجون تحطوها مثلا في حالة هنا 3، أو حتى في حالة منا لهنا منا لهنا. أي بس هاي 8 متر 2 هنا شوي يعني اخطأت العفو. يعني هنا نسوي نقول 200 في 2، يعني هاي في 2 وهاي في 2 تساوي 400، يعني 4 متر. 4 متر نكسرهن 4 أمتار كسرات أو خرط، وبعدين نجي نخيطهن هنا تصير النزلة، ونخيط الثانية منا تصير النزلة. هاي أني العفو هنا يعني أخطأت لأنه عبالي كلها نسيت، بس إن شاء الله يعني الدرس واضح ومفهوم. 240 زائد 242 262 تساوي عندنا 2 4 2 زائد 2 6 2 تساوي عندنا 504. يعني نجيب 5 أمتار و4 سنتيمتر. هاي نجمعهن، يعني هاي بهاي، يعني مقياس قلنا الطول ويا الارتفاع، مقياس العرض ويا الارتفاع نجمعهن يطلع عندنا كم متر نحتاج. هسه إن شاء الله الدرس واضح، وإن شاء الله فهمتوا. أي سؤال أني اكتبوا لي بالتعليقات وأجاوبكم عليه، وإن شاء الله أو يعني حقدم
بالعرض الأول بالدردشة، إذا تحبون انتو تتفرجون تسألوني همينة أجاوبكم إن شاء الله. شوية يعني سبحانك أخاف أخطأت، بس إن شاء الله ما غلطت بشي. و هسه يعني أقولكم شوية يعني أكو بعض الشغلات بالنسبة للقناة. يعني المشاهدات، يعني أني دا أستغرب 159 ألف مشترك، والحمد لله وبفضل الله وبفضلكم، بس المشاهدات خصوصا هاي الفيديوهات اللي أني أصورها مشاهداتها ضعيفة. يعني يعني ليس أمرا عليكم، ولكن لما تشتركون فعلوا الجرس لكي تصلكم الإشعارات والفيديوهات وقت بوقته، وإذا تحبون تشاهدوها إن شاء الله. ولا تنسونا طبعا باللايك وتعليق الجميل، وإن شاء الله أقدم لكم هواي شغلات أعلمكم بالخياطة، حياكة، أعمال، أي شيء أعرفه وأحس بيفيدكم إن شاء الله أقدمه لكم. وهسه أقولكم مع السلامة، وأشوفكم بألف خير إن شاء الله. مع السلامة.